إزاي أعرف إن الشخص اللي معايا في علاقة بيتلاعب بيّا أو يعني نيّته مش خالصة كده زي ما بنقول، سواء رجل أو امرأة، يعني لو إحنا مثلًا 2 مخطوبين أو مرتبطين، بالاقي الشخص الآخر بيقرّب أوي بمشاعره وبيُغدق عليَّ بالمشاعر الجميلة اللي بتنُم عن حُب ويعني وإحساس كده بالأمان والطمأنينة، وفجأة بالاقيه في موقف ما يتقلب خالص، يبقى شخص بارد مش حاسس بيّا بشكل يعني غير مُبرر، وده بيحصل كتير مش مرّة ولا مرّتين، لأ، لكن ألاحظ إنه بيتكرر على مدى زمني متقارب، آمم يُغدق بالمشاعر أوي، ثم يقفل المشاعر خالص، يبعد، يتكلم بطريقة بايخة، ت تخلّيها أحس إنها باردة معايا أوي وهي ما كانتش كده في موقف قبل كده وهكذا. فكرة الإغداق في المشاعر ثم قفل حنفية المشاعر ده بيورّيني إن الإنسان اللي معايا ده شخص متلاعب، شخص عنده مشاكل نفسية ما ينفعش أرتبط بيه، لإنه هيفضل طول حياته كده مخلّيني مش عارفة هو بيحبني والّا ما بيحبنيش، هو قريب مني والّا مش قريب مني، هي تعتبر سند ليّا ويعني العلاقة صحية والّا لأ، والموضوع مش بيبقى بس مجرد إن أنا أدّي مشاعر أوي وبعدين أحبس المشاعر دي وأدّيك إحساس بالعكس، لأ، ده بيبان كمان في جوانب كتير بعد كده بقى لمّا خلاص بنتزوج وكده، في وقت بابقى محتاجة للشخص شريك الحياة ده أوي ومش بالاقيه ولا بيحس بيّا، في مرض، في تعب، في فقد أنا لإنسان قريب، ألاقي شريكة الحياة دي مش معايا ولا حاسة بيّا، حاجات كتير أوي، في عنف سواء عنف لفظي أو عنف جسدي، بيبدأ يظهر حاجات كتير، لكن أولها بتبقى موضوع المشاعر ده بيبان أوي وناخد بالنا منه. لو في أي سؤال بخصوص العلاقة والمشاعر المختلطة دي اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هاجاوبكم عليه.